النهارده هنعمل كبده بالخلطه رهيبه بجد. وبتنزل صوص كمان معاكم، كمان ممكن تاكلوها مع العيش البلدي وعيش فينو او مكرونه زي ما تحبوا. طبعا هي في العيش البلدي بتبقى مع عصره ليمونه بقى كده وشويه كده من الطحينه، وانسوا اي كبده تانية. اول حاجه كده بيكون معانا نص كيلو من الكبده، بتكون مشكله قطع كده من الكبده على جزء كده من الكلاوي وحته كده من الحلويات. جبت البلانشه او القطاعه وهبتدي بقى افرد الكبده بالشكل الطولي ده كده، وهبتدي بقى انزع منها الغلاف اللي هو بيبقى الرفيع الرقيق ده. هبتدي اشيله بالراحه جدا علشان ما يهدرش معايا في الكبده والكبده تطلع معاه، فلازم تضغطوا كده وتشيلوه بالراحه. هبتدي بقى اقلبها على الجهه التانية وهقطع برضو الغلاف اللي بيبقى موجود فيها بالشكل ده. برضو نراعي ان احنا نشيله بالراحه. هنا انا سرعت في الفيديو. وبرضو الكلاوي برضو هشيل الغلاف بتاعها، يعني كل حاجه وليها غلاف بنبتدي نشيلها. هبتدي بقى هنا اقطع الكبده بالشكل ده، ممكن تقطعوه نفس التقطيعه دي او ممكن ترفعوها ارفع شويه حسب ما انتوا حابين، بس التقطيعه دي انا بحبها وبتبقى ممتازه كده معايا. ولو الكبده عريضه بالشكل ده بقطعها بشكل طولي وبعدين اقطعها بشكل قطع صغيره بالشكل ده. وللكلاوي برضو بقطعها شرايح صغيره، برضو نفس النظام زي الكبده بالظبط. وهنا بقى قطع من الحلويات قطعتها برضو قطع صغيره بالشكل ده، وقطعة كده من الدهن هبتدي بقى استخدمها كده في الاول مع الكبدة. وهبتدي بقى دي شكل التقطيع اهيت معانا. هنبتدي بقى نحضر الخلطة. جبت بقى طماطمايه وبصلة متوسطة وقرنين كده من الفلفل الاخضر وفلفل احمر وفصين كده من الثوم المهروس. هاخدهم كده على الكبة وابتدي بقى افرمهم فرم ناعم بالشكل ده. بعد ما فرمتهم كده هنروح بقى على الطاسة. حطيت بقى شوية الدهن كده في الاول وابتديت بقى اضيف هنا شوية كده من الزيت عشان الدهن كده يسيح معانا ويدي تطعيمة كده للكبدة. هبتدي بس اقلبه كده شوية لحد ما يسيح، وبعدين هضيف الكبدة كده مرة واحدة. وهتكون النار عالية ومحاولش اقلب فيها كتير الا لما تاخد لون من تحت، وبعدين هفضل بقى اقلب فيها بالشكل ده لحد ما تاخد لون من تحت ومن فوق بالشكل ده. ابتدي اضيف بقى معلقة صغيرة كده من الكمون ومعلقة صغيرة كده من الكزبرة وشوية كده من الملح. وهضيف بقى معلقة برضو صغيرة كده من البابريكا اختياري. وضفت بقى هنا الخلطة اللي احنا عملناها وبدأت اشوحهم كده بالشكل ده. وهسيبها بقى تتشوح معانا لحد ما يتقل كده الصوص كده معانا وتبقى بالشكل الجميل ده. طبعا قد ايه جميلة جدا، حلوة، جربوها والخلطة دي بتبقى ممتازة معاكم. طبعا شايفين شكلها من جوه كمان عاملة ازاي، حلوة وبتنزل صوص كمان معاكم. كمان ممكن تاكلوها مع العيش البلدي وعيش فينو او مكرونه زي ما تحبوا. طبعا هي في العيش البلدي بتبقى مع عصره ليمونه بقى كده وشويه كده من الطحينه، وانسوا اي كبده تانية جربتوها. بتمنى تعجبكم الطريقه وما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو انتوا اول مره بتشوفوني لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.